بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا أحلى حبايب وأحلى متابعين وأحلى اخوات. النهاردة أنا جاية لكم فيديو حلو جديد وجميل ويخص الإيجار القديم اللي هو موضوعنا الأساسي. ان النائب القدير الجميل عاطف مغاوري انتهى من اعداد مشروع قانون الايجار القديم اللي هو الجديد حاليا، عشان ان شاء الله هيتعرض على مجلس الشعب. والكلام ده مش كلام يا جماعة، انا اسكت واروح اجيب الاخبار اللي متداولة حاليا واللي الناس كلها بتذاعها. تعالوا مع بعض نسمع الفيديو ده ونشوف قانون الإيجار أوله فين وآخره فين، وإن شاء الله إن شاء الله مفيش حد هيطرد من شقته، وهندفع ال 250 جنيه بس مع الزيادة السنوية المعقولة. تعالوا مع بعض نسمع ونشوف إيه آخر أخبار قانون الإيجار القديم. جديد وأخبار جديدة. أخبار مبشرة جدا لمستأجري الإيجار القديم. مجلس النواب انتهى بالفعل من إعداد مشروع قانون بديل لقانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025، يتضمن إلغاء المادة 2 من القانون الخاصة بإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في الشقق السكنية بعد 7 سنوات، وفي التجاري بعد 5 سنوات، مع إجراء تعديلات جوهرية على زيادة القيمة الإيجارية. والحكومة في مأزق شديد بعد مقاطعة تامة من المستأجرين للمنصة الحكومية للسكن البديل، رغم مرور أكثر من 5 شهور على إطلاق أنا بسمع زيكم وبتفاجئ زيكم وبفرح معاكم والله. قبل ما والله. نبدأ أخبارنا، يا ريت لو حضراتكم ما شاركتوش في القناة شرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لحضراتكم من كل جديد. ده طلب يا جماعة. قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025، القانون اللي مع بداية تطبيقه اعتبارا من 5/8/2025، وهو مثير جدا للجدل بين المستأجرين، خاصة المادة 2 من القانون المتعلقة بإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في الشقق السكنية بعد 7 سنوات، وفي التجاري بعد 5 سنوات، وأيضا المادة 4 من القانون الخاصة بالزيادة الكبيرة للقيمة الإيجارية 20 ضعف و10 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية 15% لمدة 7 سنوات. قانون بعد تطبيقه على أرض الواقع اتضح أنه قانون صعب جدا على جميع المستأجرين، خاصة أن معظم المستأجرين من أصحاب المعاشات. قانون الإيجار القديم معروف أنه قانون المعاشات، لأن معظم المستأجرين 70-80% من مستأجري الإيجار القديم من أصحاب المعاشات. ده خلى الحقيقة أعضاء مجلس النواب الجديد بيتدخلوا فعليا بإعداد مشروع قانون جديد يكون بديلا لقانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025، اللي أثبت بالفعل أنه استحالة تطبيق مواده على أرض الواقع، خاصة المادة 2 من القانون الخاصة بطرد المستأجرين، وأيضا المادة 4 من القانون الخاصة بالزيادات الكبيرة جدا في القيمة الإيجارية. الأستاذ عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية بحزب التجمع بمجلس النواب أعد مشروع قانون جديد بيتضمن أول مادة من القانون الجديد اللي هيكون بديل لقانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025، هو إلغاء المادة 2 من القانون المتعلقة بإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في الشقق السكنية بعد 7 سنوات، وفي التجاري بعد 5 سنوات. أعضاء مجلس النواب اللي انتهوا بالفعل من إعداد مشروع قانون جديد بديل للقانون 164 لسنة 2025 شايفين إن هناك استحالة إن الحكومة تقدر تطرد بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، تطرد حوالي 20-30 مليون مواطن مصري بيمثلوا المستأجرين وأسرهم، عدد ضخم جدا، خاصة إن فكرة السكن كلام مش من عندي يا جماعة، اهو كلام من أرض الواقع. 20-30 مليون مستأجر وذويهم وأهلهم يعني.
حتى الآن وباعتراف الحكومة فشلت فشل ذريع جدا، لأن 1% فقط من المستأجرين اللي قدم على المنصة للحصول على السكن البديل، و99% من المستأجرين مستأجري الإيجار القديم لم يتقدموا على المنصة، لأن المنصة ما فيهاش أي بيانات واضحة، لا فيها الشقة فين، أماكنها فين، ولا قيمة مقدم الشقة كام، ولا الأقساط كام. حتى لو في شقق بالإيجار الحكومة لم تعلن عن قيمة الإيجار الشهري بالنسبة للسكن البديل. الحكومة لم تعلن نهائيا عن أي تفاصيل عن السكن البديل. ده خلى الحقيقة المستأجرين يقاطعوا المنصة الحكومية للسكن البديل مقاطعة تامة جدا، رغم مرور أكثر من 5 شهور على إطلاق المنصة، ولم يتبقى على المدة القانونية للمنصة الحكومية للسكن البديل إلا أيام قليلة جدا وتنتهي المدة القانونية. ده خلى الحقيقة أعضاء مجلس النواب شايفين، وبعد فشل المنصة الحكومية للسكن البديل هيكون قدام الحكومة هو مواجهة 20-30 مليون مواطن مصري من مستأجري الإيجار القديم بعد انتهاء المدة الانتقالية بالقانون اللي هي 7 سنوات في الشقق السكنية و5 سنوات في التجاري. الحقيقة أصبح الوضع صعب جدا. إزاي الحكومة هتقدر بعد انتهاء المدة الانتقالية إنها تتعامل مع 20-30 مليون مواطن من مستأجري الإيجار القديم سواء في الشقق السكنية أو المحال التجارية؟ البند الثاني من ضمن بنود مشروع القانون البديل لقانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 هو عملية تقييم الوحدة السكنية. حضراتكم عارفين إن لجان حصر شقق الإيجار القديم الحقيقة اشتغلت تقريبا من المكاتب، ما نزلتش على أرض الواقع. لجان حصر شقق الإيجار القديم قيمت الوحدات السكنية للإيجار القديم على أساس المنطقة بالكامل، مش على أساس طبيعة كل وحدة سكنية، وبالتالي في نوع من الظلم لكتير من الوحدات السكنية اللي تم تقييمها على أنها وحدات متميزة، وبالتالي تم تطبيق زيادة القيمة الإيجارية عليها 20 ضعف الإيجار الحالي، في حين أن المنطقة السكنية الواحدة بتشتمل على وحدات وشقق متميزة وشقق متوسطة وشقق اقتصادية. عشان كده مشروع القانون الجديد المقدم من أعضاء مجلس النواب اللي هيتم مناقشته خلال الفترة القادمة هيتم تقييم شقق الإيجار القديم على أساس طبيعة ومساحة كل وحدة سكنية، مش على أساس المنطقة بالكامل، لأن تقييم الوحدات السكنية على أساس المنطقة بالكامل ده فيه ظلم كتير جدا لمعظم مستأجري الإيجار القديم. المادة الثالثة من القانون خاصة بالعمارات القايلة للسقوط، هيتم تقييم أوضحها ووضع معايير محددة لزيادة قيمتها الإيجارية على اعتبار أنها طبيعة خاصة. أيضا المادة الرابعة من القانون أن زيادة القيمة الإيجارية هتبقى وفقا لشرائح وليست بمناطق. يعني ما تقدرش تقول النهاردة، لأن اللي بيتم حاليا أو اللي تم بالفعل من خلال عمل لجان الحصر كانت بتحدد المنطقة بالكامل إنها منطقة مميزة وبالتالي بينطبق عليها زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعف. لا، هنا هيتم تقييم أو تقسيم المنطقة الواحدة إلى عدة شرائح. يعني المنطقة الواحدة هيبقى فيها ممكن جدا شقة مميزة، شقة 200 متر 150 متر وشارع رئيسي ممكن أعتبرها شقة مميزة وبالتالي ينطبق عليها 20 ضعف القيمة الإيجارية، وشقة تانية 70-80 متر وفي شارع ممكن يبقى 6 متر و8 متر دي ممكن نعتبرها منطقة متوسطة، وهكذا. يعني هيتم تقييم وإعادة تقييم شقق الإيجار القديم مرة أخرى على أساس الشرائح مش على أساس المنطقة. لا شك تعديلات كبيرة جدا لقانون الإيجار القديم، وتعديلات مهمة هيتم دراستها داخل مجلس النواب خلال الفترة القادمة لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025. بكده تكون أخبارنا خلصت النهاردة. بتمنى الحضرات
زي ما انتوا شايفين وسمعتوا يا شباب ويا جماعة ويا حبايبي ويا مستأجرين، ان شاء الله ان شاء الله فيه مشروع قانون جديد لبديل لمشروع قانون الإيجار 164 لسنة 2025. هيتم ان شاء الله مناقشته في المرحلة الجاية، لان زي ما سمعتوا داخل الفيديو ان المستأجرين كلهم من اصحاب المعاشات ومن ارباب المعاشات، وزي ما قلنا في الاول ان كلهم معظمهم ارامل ومطلقات وايتام، وده وزوجات وامهات معيلة ومعاقين. فعلشان كده تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون تاني بديل للقانون 164 لسنة 2025. هيتم مناقشته ان شاء الله الفترة الجاية في البرلمان. فرحة جديدة وبشرة حلوة للمستأجرين والملاك برضو ما يزعلوش، لان كده كده يا جماعة احنا عايزين نقول من الاخر ان العلاقة الايجارية هتنتهي واحدة واحدة. يعني احنا مين هيقعد بعدينا؟ زي ما قلت لكم برضو في الاول، انا كان عندي شقة ايجار قديم كنت ناوية اجوز فيها ابني، وابني توفاه الله، فما حدش هيقعد فيها تاني، فبالتالي هي سنة 2 3 هترجع لاصحاب البيت. وعايزة اقول ان المناطق برضو زي ما هو قال داخل الفيديو، ان المنطقة الواحدة فيها شقق متميزة ومتوسطة واقتصادية. مش عايزة اجيب اوضة تحت السلم، زي شقة فوق 200 متر، زي شقة 70 متر، زي اوضة زي واحدة. والله في واحدة جارتي هنا في شقة حماتي اللي انا قاعدة فيها حاليا بتدفع لأوضة 750 جنيه، يعني 3 اوض مأجراهم ب3 عقود ايجار من اللي هم الناس اللي كانوا بياخدوا الشقة كذا اوضة كده، اوض كانوا والحمامات مشتركة. من بعد تعديل قانون الايجار القديم بقت بتدفع 250 جنيه لكل اوضة، يعني بتدفع 750 جنيه في 3 اوض، يعني مش مكملين شقة، حرام. فالقانون الجديد جه وأثر على ناس كتير جدا، وخاصة أصحاب المعاشات اللي معاشاتهم ضئيلة زي حالاتنا كده ومعاشات قليلة. وإن شاء الله مع تطبيق قانون المعاشات الجديد إن يكون الحد الأدنى للأجور والمعاشات يرتفع وحالة الناس تتعدل. وزي ما قلنا إحنا في الأول وفي الآخر أهل وجيران داخل جمهورية مصر العربية، وإحنا مصريين. اللهم احفظ مصر والمصريين واحفظ المسلمين في جميع أنحاء الأرض. كل سنة وانتم طيبين. آخر 10 أيام في شهر رمضان كلنا ندعي لبعض بظهر الغيب